الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في مزمور الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. لو رجعنا كده الخطوات اللي تمت في أول 6 آيات كلها هي خطوات توبة، خطوات معرفة ربنا، خطوات إن الإنسان يكتشف جمال ربنا ويعيش في عبادة حقيقية من القلب. أولها كان توبة، أولها ممن أخاف، أولها أنا ماشي في سكة ربنا، وبعدين في جهاد، في ناس محيطين بيا، وبالتالي يحصل نوع من الانتصار والاستمرارية في الجهاد، وبعدين في أعمال بتتبع الانتصار دوت. في كمان رؤية ربنا، وحاجة سألته من الرب وإياها التمس، وساتر ربنا عليا لأنه نجاني في مرات كتير قبل كده، فأصبح مستقرا بإيماني على صخرة المسيح وأرتفع على أعدائي لأني بنتصر بمعرفة ربنا اللي بترفعني على أي ضيقة حواليا. يبقى دي خطوات التوبة قالها لنا. طب الإنسان بيعدي في حياته كده منتصر على طول، فرحان على طول، مش أي ضيقة بتعدي عليه. احنا اتفقنا إن داود في حرب أهلية. يقول استمع من آية 7 بقى، نعدي على 6 آيات فيهم ضيق شوية. استمع يا رب صوتي أدعو فارحمني واستجب لي، أو استمع يا رب صوت الذي به دعوتك ارحمني واستجب لي. استمع يا رب صوتي لدعوتك. ابتدى هنا يقول هو أنا مش كنت صليت يا رب قبل كده وأنت كنت بتسمعني؟ أنا سعيت لك يا رب وصليت باسمك قبل كده. استمع يا ربي لكل أولادك اللي بيصلوا، استمع يا رب ليهم ودخلهم إلى عشرة حقيقية. أنا كنت واقف في وسط الجماعات لأن احنا كنا بنرسم، يعني شرح لنا منظر كنيسة فرحانة بربنا وبتتناول وبتسبح ربنا بمزمور التوزيع بعد التناول. بيشرح لي الأمر ده وبعدين بيقول لي إيه؟ مش دخلنا لعشرة ربنا مرة؟ مش دقنا إن هو جميل قبل كده مرة؟ مش فرحنا بيه قبل كده؟ يسأل الآب ويقول هو فين أولادي اللي سكنوا في ديار المقدسة دول؟ أخبارهم إيه؟ نقول له اسمعني يا رب لأني كنت بصلي لك باستمرار، لذلك قال قلبي طلبت وجهك ولوجهك يا رب ألتمس. هنا برضو الكلمة دي جميلة لأنه قال قلبي، اللي بيراجع نفسه هو مرة تانية. بيدينا هنا داود النبي مهارة مهمة روحية في كيفية مواجهة الأفكار. لأن لما يجي لي شيطان أو يجي لي تجربة شديدة يقول لك هو فين ربنا اللي بيستر عليك ده؟ فين ربنا؟ ما هو سامح بتجربة، سامح بحرب أهلية، سامح بأمر صعب، فين ربنا؟ يقول لك قال قلبي طلبت وجهك. ده أنا كنت بقول لنفسي طول عمري أنا بطلب وجهك يا رب. مش لسه كان بيقول واحدة سألته من الرب وإياها التمس أن أسكن في بيت الرب وأرى وجهه؟ فبالتالي أنا عودت نفسي أطلب الطلبة دي حتى لو زنوا عليا الشياطين أو صوت خطية أو صوت حواليا بيحيط بيا يقول لك فين ربنا؟ قول له أنا قلت قبل كده أطلب وجهي، وجهك يا رب ألتمس، وجهك يا رب أطلب. وبالتالي أنا مش هطلب حاجة غير كده. الطلب ده طلب مكرم جدا وجميل. ياما ناس بتطلب استمرارية العطايا البشرية فقط، الفلوس والجاه. يا رب حافظ على حاجتي، حافظ على فلوسي، حافظ على زوجي، حافظ على أولادي، حافظ على الحاجات اللي اديتهاني. لكن حد بيقول قلت اطلبوا وجهي وجهك يا رب ألتمس، دي طلبة جميلة وحلوة، إنه عايز يسكن في بيت ربنا باستمرار. طلبة داود هنا بتعرفنا سبيل الانتصار في التجارب هو تذكر إني أنا محتاج أطلب وجهك يا رب بانتظام. ربنا يدينا هذه الرغبة الحلوة اللي مصحوبة بأعمال بتعبر عنها، مش مجرد كلام وخلاص. ربنا يدينا فرح بيدايم له كل مجد وكرامة آن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين.